العود الملكي نادي ريال مدريد إلى بيته ويستقبل الهدف الأول، ويستقبل نعم الهدف الأول من دون مقدمات، من دون معطيات. هنا النوايا بدأت مقطوعة والتصويبة قوية. الله الله، فعلها الميريا، فعلها الميريا بهدف. الكرة من جانب بيلينغهام على التنفيذ، بيلي والهدف الأول عن طريق بيلينغهام. ترسل عالية والإبعادية. فشل المنتخب المغربي في الحفاظ على تقدمه المبكر أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، وتعادل 1-1 ليؤجل حسم مروره من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2028. ورفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما زاد رصيد الكونغو الديمقراطية إلى 2 نقاط. المنتخب المغربي بدأ على نحو مثالي، وكاد يوسف النصيري يفتتح التسجيل في الدقيقة الأولى بعد أن وجه كرة بالرأس تصدى لها الحارس الكونغولي ليونيل موباسي وحولها لركنية، وأثمرت هذه الركنية الهدف الأول للمنتخب المغربي عن طريق أشرف حكيمي الذي استقبل تمريرة من سفيان بوفال وسدد على الطاير بحلول الدقيقة السادسة. وبعدها مالت الكفة للكونغو الذي أدرك التعادل في الدقيقة 75 بواسطة اللاعب سيلاس أومنجيتوكا بعد هجمة من الرواق الأيسر، حيث يتواجد محمد الشيبي.